يا رب كلكم تبقوا بخير. وقبل ما نبتدي النهاردة الأفكار بتاعتنا، دعمكم بلايك وكمان اشتراك مهم جدا عشان نقدر نواصل ونقدم لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين قطعت 8 قطع من عصيان الشيش طاووق، لزقتهم من خلف بالشكل ده، وكل واحدة مقاسها 16 سنتي. نلزق من الخلف، ناخد بالنا لان الوش محتاجينه نضيف كده، والفينش بتاعه يبقى عالي عشان التقفيل بتاعنا يبقى تمام. ابتديت اجي من كل زاوية واحط كل واحدة على التانية بلزق الشمع. السوبر جلو غلي شوية، وقلت اوفر لكم شوية واعمل لكم بمسدة الشمع. ماشي برضو حلو وجميل وكل حاجة، بس بيبقى التاني السوبر جلو بيبقى اقوى شوية. معانا هنا زي ما انتوا شايفين جيبير، كنت جايباه المتر بحوالي 2 جنيه ونص من حارة المزايا. هو على شكل ورق شجر، لونه وشكله وتجزيعته بصوا جميلة يعني، وحسيته رايق جدا جدا على البرواز اللي بنعمله ده. طبعا سهل، طبعا بسيط، طبعا كيوت. بصوا كل اللي شافه قال عليه جميل الصراحة، وانا واثقة ان هيعجبكم بإذن الله، لانه بسيط ولذيذ. واللي عايز كده يعمل حاجة ديكور سريع ولذيذ وبسيط يعمل ده بجد. ولو عايزين بقى تطولوا او تكبروا ده في ايديكم انتوا، بيبقى جميل قوي. بصوا لذيذ ازاي فوق الكومود اللي احنا عملناه. والالوان الخشبي بقى ايه ما اقولكمش، واكله جدا مع بعض. وده اليقطين او بامكن اللي احنا عملناه مع بعض، او قرع العسل. يبقى ادخلوا واتفرجوا على كل التشكيل ده بتاع الديكورات، هيعجبكم ويفيدكم قوي قوي قوي. يلا بينا على الفكرة التانية، وهي من علب التونة. انا بحب اصنفر كده بصنفرة تكون خشنة شوية السطح بتاع علبة التونة، خاصة لما باجي اشتغل في اي شغل الزقه على السطح بتاعها. قطعت زي ما انتوا شايفين شوية عصيان شيش طاووق، وهعمل هنا زي رجول كده للعلبة، هعمل 3 بس فقط. سنطروا كده بالويم ان تبقى المسافات متقاربة ما بينهم وبين بعض. يلا بقى عندي هنا شوية خيوط مكرمية، هجيب اللونين يبقوا مع بعض، اقص كده وهندم كده اولهم، وابتدي الزق اول بس صف على علبة التونة بتاعتنا. الزق بس اول صف، وبعد كده الباقي كله الفه زي ما انتوا شايفين. وفي الاخر برضو هلزق اخر صف عشان ما يتحركش من الاول او يتحرك من الاخر. الفكرة دي كيوت ولذيذة ومنظم كده صغنوني، وهيفيدكم قوي. هنا بوريكم الشكل النهائي بعد ما لفيت كل الخيوط. وكمان هنا حسيت ان الرجل بتاعتها يعني رفيعة شوية، فجبت واحدة تانية نفس المقاس، بس جبت البوز اللي هو بتاع العصاية نفسها عشان يخش معايا بكل سهولة. وطبعا دعمت كل رجل فيهم. هنا ضغط عادي جدا بتاع علبة غيرة، كسيته بالشكل ده بقطعة خيش. بصوا بوريكم التقفيل، تشدوها كويس جدا. وبعد كده بمقص ابتدي بقى اشيل كل الزيادة. الحواف دي مش هنسيبها كده، برضو هلف عليها كده خيوط مكرمية، بس هبتدي ابرمها الاول. وزي ما احنا شايفين ابتديت الزق على الحافة بتاعت العلبة كلها عشان تدي كده شكل وفينش حلو برضو. خلاص، وكمان الغطا بتاعنا عملت برضو على الحافة بتاعته بالمكرمية، وبوريكم هنا الشكل بتاعه. في المنتصف بالظبط ابتديت الزق اول الخيط اللي انا بشتغل بيه بالشمع طبعا، ومن على الحواف بس بعمل الشكل اللي انا بعمله ده بلزقه بس فقط لا غير. قلت برضو نجمل الغطا ما نسيبوش كده يعني. وبعد كده شوية خشب صغير من عصيان الشيش طاووق لزقتهم في بعض، وسنطرتها كده في النص، وحواليها شوية خيوط بثبتها عشان تبقى يد حلوة ومحكمة للغطا والعلبة والمنظم اللي بنعملها. وده عصيان شيش طاووق برضو بس ارفع شوية. حطيت هنا كده ستيكر، هوريكم استخداماتها، اصبروا كده بس اتفرجوا عليها الاول. بصوا تفاصيلها صغيرة وكيوت بأمانة. الماتيريال والخامة بتاعة علب التونة جميلة، أنا نفسي بستخسر أرميها، وهنعمل منها بإذن الله حاجات حلوة قوي. هنا نفعت الإكسسوارات بغطاها كده الجميل، وهوريكم برضو حاجات تانية ليها. بصوا التفاصيل، لا لذيذة وكيوت.
حطيت شوية الروج، حطوا الحاجات الرفيعة اللي على التسريحة اللي بتتنطور، حطوا بنس توك الأطفال الصغيرة. لا بجد جميلة ولذيذ. هنستاهل بقى دعم منكم بلايك ولا لأ؟ وكمان تنفع كمان للزرع. لونوا بقى واستخدموا ماتيريال تانية براحتكم، يعني مش لازم خيوط مكرمية مثلا. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده التالتة. هنعمل هنا باترون الأول، يد كده ومن تحت يعني شكل مستطيل عادي خالص. وبعد كده هطبق الباترون اللي انا عملته وظبطته خلاص على نصيبين. الفكرة مكررة بس صدقوني هتستفيدوا منها، والحاجات دلوقتي دي بقت بأسعار فلكية، فبدل ما انفذها تاني قلت اكرر لكم الفيديو تاني ضمن الافكار بتاعتنا النهاردة. طبعا طبقت الباترون على النصيبين وابتديت افرغه. وظيفة بقى الباترون ايه اللي انا بحب اعمله في كل شغلي في الاول؟ ان هو بيظبط قوي الرسمة، ما نستهلكش قوي ونجرب على كرتون نصيبيان زي كده ويبوظ مننا ونرميه. وبعد كده صنفرت بصنفرة ناعمة، وبعد كده خلصتها بص مظبوطة ازاي. وبعد كده طبقتها تاني على كرتون. ولما نيجي نقطع الكرتون او نصيبيان نستخدم التكنيك اللي انا شغالة عليه، اللي هو التقطيع في الكرتون بالذات زي التنقير كده، وبعد كده تشرطوه من اوله لاخره. عملت قطعتين من الكرتون ولزقتهم بغيره، وكمان لزقت وش النصيبيان. عملت كل القطع دي ليه كده؟ عشان تبقى سميكة كده وماسكة نفسها. وغطا اي غطا ازازة حاجة ساقعة، اي غطا. عملت كده بدورية في النص وابتديت افرغها، وابتديت اخد مقاسها بالويم كده على خيش. وبالشمعة هنلزق، واحنا بنلزق نلزق جزء جزء وبتأني، وعشان ما يبقاش في تفريغات هواء. الخيش هتلاقوه في حارة الميزان، المتر بحوالي هو كان ب20 جنيه، ممكن دلوقتي تلاقوه ب30 أو 25. بس جميل قوي قوي وبيستحمل على فكرة، وما بيحتاجش الغسيل ولا التنظيف. سبحان الله، مادة ربنا خلقها جميلة وقوية وبتستحمل يعني. وزي ما انتوا شايفين ابتديت اضم الحواف اللي انا عاملاها بزيادة للداخل بالشكل ده. احنا هنعمل بورد جميلة جدا جدا. وبعد ما خلصت الظهر ابتديت اخلط هنا الوان مركزة، بس دي قورة كبيرة سعرها حلو واوفر من الصغير، وحطيت عليها شوية ورنيش. وعشان نعمل البورد بتاعتنا تبقى قوية لازم الورنيش مع اي لون مركزات صغيرة عشان تستحمله، تبقى ضد المية يعني، لما تيجي تمسحوها تاني تبقى تمام. كسيت برضو الظهر، وهعمل هنا حتة نصيبيان اعمل لها شوية ارتفاع من كل الجهات، من العرض والجوانب فقط لا غير. نسيب من فوق، هكسيها برضو بالخيش. من الجوانب وكله مش هنسيب حاجة، ونهتم بالفينش بتاع الجوانب. وابتدي ألزقها في الجزء اللي احنا شايفينه ده. نسنتر شغلنا وبالراحة كده نتأنى عشان الشغل يطلع معانا مظبوط. حطيت من فوق حبل، ومن تحت في الظهر حطيت حتة جبير او دانتيل كلفة، حسيتها لونها مقارب كده ولذيذ. وكده بقى شكلها. هبتدي احط مسامير برضو عشان يبقى استعمالات البورد مش نكتب عليها وبس، لا نعلق عليها كمان اي حاجة. تنفع كمان على فكرة المفاتيح يعني، بس هي شكلها عشان زي القرمة كده اللي بنقطع عليها، شكلها حلو للمطبخ. كده حطيت زرع. بص الكلفة اللي حطيتها نطقتها كده ازاي، تقدروا بقى تكتبوا عليها وتمسحوا وتكتبوا وتمسحوا وتكتبوا. السطح ضد المية وضد الخدش، وجميل قوي قوي قوي، احلى من اي بورد ممكن تجيبيها، كمان غالية بجد. حطوها كمان ممكن عند مثلا كافي كورنر، جميلة. وهنا في كل المسامير دي ممكن تحط عليها معالق الخشب في المطبخ، لذيذة جدا. عايزة ادعمكم ورأيكم، وبفكركم بحاجات حلوة هي عملناها على القناة، وبقيت الشغل ده كله برضو احنا كنا عاملينه على القناة. ادخلوا واتفرجوا. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده، والفكرة دي جميلة وحصرية
وحصرية حصرية محدش عملها قبل كده، من اطباق الفوم زي ما انتوا شايفين. فرغت من النص الاتنين وابتديت اقفلهم باي تيب او اي شريط لاصق قوي معاكي من كل الجهات. برضو الحجم انتوا يعني على حسب بقى ما تجيبوا الاطباق كبيرة صغيرة مدورة، الحجم انتوا تقدروا تتحكموا فيه. وابتديت احط من هنا في الجوانب دي بالذات كرتون نصيبيان عشان قوي وسطحه حلو، فابتديت اسد فيه كل الجوانب المفرغة دي. لزقت اول شريط ستان، دي بكرة ستان عريضة، وابتديت الف زي ما انتوا شايفين، وابتديت برضو احط بقية الجوانب كله بلزق التيب. البقرة مش هتعدي يعني حوالي 6-7 جنيه تعملك حاجات كتيرة. انا بشيل بواقي النصبيان، بينفع للحاجات الصغيرة دي جدا. هنا بلزق برضو بقية الجوانب. هنعمل رف شيك قوي، وهتحسوه مش خامات بسيطة بس هتشوفوه فاخر قوي وجميل. الرك بقى على ايه وانتي بتشدي كده الستان، او لو استخدمتوا حتى خيوط، تشدي ايدك وتبقاش مرخية، تبقى متساوية، مش واحدة مرخية مثلا وواحدة مشدودة. خلصت هنا لف كل الستان بتاعي، بعمل لها زي حاجة تتعلق عليها من الظهر، وكده علقتها. حطيت جواها فاز شمعة. اعملوا كذا واحدة جنب بعض، اعملوا مثلا اكبر شوية، اعملوا مدور. في اطباق فوم كتير قوي باشكال كتيرة في السوق. دعمكم بلايك على افكارنا النهاردة مهم جدا، وبشكركم جدا.